أنت لو ما استخدمتش الأداة دي، أنت بتضيّع العُملا من إيدك. الأداة اللي قدّامك دي هي عبارة عن حاجة اسمها CRM، واللي ما يعرفش الCRM دي أداة بتهندل العُملا. يعني إيه يا إبراهيم؟ يعني أنا دلوقتي مثلًا عايز إن أنا أقعد أزِن على عُملا كتير، عايز إن أنا أبعت للعُملا اللي عليهم فواتير في الميعاد المحدد وأقعد أزِن عليهم لغاية لمّا أحصّل الفواتير، كل ده عن طريق الأتمتة. الأداة اللي قدّامك دي تقدر أنت تسطّبها عندك على السيرفر بتاعك أو حتى على جهازك أو حتى على الإكسل أو حتى على جوجل شيت، وكمان تربطها بIN وتقعد تتابع في العُملا المحتملين وتقفّل آلاف الفُرَص من غير ما تدفع ولا جنيه. لو عايز تعرف تفاصيل أكتر عن الآلية دي اكتب لي بس كلمة تَم وهابعت لك الشرح وهابعت لك الscript مجانًا. ويالّا بينا نبدأ الفيديو. يا أهلًا بيكم من جديد، معاكم مروان خليل من NTN بالعربي. النهارده بإذن ربنا هنتكلم عن موضوع مهم جدًا هيجيب لك آلاف الفُرَص، وهو الCRM أو Customer Relation Management. بس قبل ما نبدأ ما تنساش إن أنت تعمل لايك وشير وسبسكرايب في القناة عشان يوصلك كل فيديوهاتنا. يالّا بينا نبدأ الفيديو. أول حاجة إحنا عندنا script، الscript ده بيبقى عبارة عن CRM، وفي حاجة اسمها ERP. الERP ده بقى متخصص بقى اللي هو ليه علاقة بالHR، الحسابات، الsales، كل حاجة في الشركة ده بنسميه ERP. أمّا الCRM ده ليه علاقة بالعُملا بس، بيهندل العُملا بس، اللي هم مين؟ العُملا اللي عليهم فلوس، العُملا المحتملين، ويقسّم لك كمان العُملا المحتملين لحاجة اسمها lead وqualified وnegotiation وclosed. بمعنى إيه؟ الlead ده اللي هو لسه رقم جديد ما حدش كلّمه، أو عميل محتمل يا عم بعت لك رسالة وقال لك أنا عايز أعرف تفاصيل أكتر عن المنتج ده. في عندك بقى حاجة اسمها qualified، الqualified ده يعني خلاص اللي هو أنا كلّمته قال لك بُص، أنا الكلام ده عاجبني بس هاشوف وأفكّر، لسه قدّامه شوية حلوين عشان عقبال ما يدفع معايا. وفي عميل الnegotiation اللي هو أنا بعد ما كلّمته الراجل راح قال لي إيه، طب باقول لك إيه، أنتم فاتحين النهارده؟ أنا ممكن أنا آجي أعدّي عليكم كده وأقعد معاكم وأشوف الدنيا، لو كده ممكن ندفع نتفق النهارده. ده عميل اسمه negotiation. والclosed اللي هو جِه عميل ودفع، فأنت محتاج إن أنت تقسّم الشرايح وتقعد طبعًا تتعامل مع كل شريحة، وطبعًا بيبقى أرقام بالمئات وكمان بالألوفات. بس أنت محتاج system يهندل لك كل العُملا دي، محتاج حاجة تبدأ إن أنت تبعت للqualified رسايل معيّنة، الnegotiation رسايل معيّنة، تقعد تزن على دول في أيام معيّنة وتقعد تزن على دول في أيام معيّنة وهكذا. تعالوا نعرف دلوقتي إزاي الsystem ده تقدر أنت تتابع العُملا دي. طيب، أول حاجة أنا عندي إن هو في حاجة اسمها leads. لو أنا رُحت على الleads أو العُملا المحتملون، هيبدأ إن هو يجيب لي العُملا المحتملين. طبعًا أنا بادوس على عميل بيبدأ إن هو يقول لي الحالة بتاعته إيه، lead والّا negotiation والّا qualified والّا lost والّا customer. customer ده اللي هو يعني دفع. طبعًا lost ده اللي هو خلاص قال لي بُص يا ابني أنا مش عايز منّك حاجة، بعد إذنك ما تتصلش بيّا تاني، ده إيه الlost. أمّا الqualified ده اللي إحنا شرحناه هو الnegotiation والleads. وطبعًا بيقسّم لي على حسب المصدر، ده جاي من فيسبوك، ده جاي من جوجل، ده جاي اتصل بيّا وهكذا. ممكن إن أنا أزوّد كمان وسيلة معيّنة، ممكن LinkedIn، ممكن مثلًا Snapchat وهكذا. طب ليه الحاجات دي مهمة؟ لإن أنا ممكن أطلّع تقارير آخر الشهر أشوف والله أنا فيسبوك ده جايب لي أحسن ناس وجايب لي مبيعات كتيرة جدًا. لأ، أنا محتاج إن أنا أستثمر فلوس في التيك توك، لإن التيك توك واضح إن هو بيجيب لي عُملا بقى لهم كتير مهتمين وكمان بيدفعوا على طول ما بيتهرناش ولا بيوجعوا قلبنا. فطبعًا فكل الكلام ده تقدر تطلّع منه تقارير، التقارير دي تخلّيك عارف أنت الفترة الجاية ماشي فين، وكمان تبدأ إن أنت تحسّن أكتر وأكتر من الأداء بتاعك. كمان تقدر إن أنت تحط sales، يعني sales معيّن بحيث إن أنت تبقى عارف كويس الsales ده تمام، أكتر واحد بيجيب أو أكتر واحد بيقفّل ديلات. بقى عندك كذا نوع من أنواع التقارير تقدر من خلالهم إن أنت تقيّم أنت الفترة الجاية هتشتغل إزاي، الفترة الجاية أنت هتكافئ مين، والفترة الجاية أنت هتعاقب كمان مين. طبعًا كل الأدوات دي أنت ممكن كمان في عندك الوصف. الوصف ده اللي هو كل مرّة العميل ده عمل معاك إيه، أو كل مرّة العميل ده قال لك إيه في المكالمة. تقدر كمان تحدد إيه هو آخر مكالمة واتصلت بيه إمتى، والمفروض هتتصل بيه كمان شوية إمتى، وتبدأ تحط قيمة العميل المحتملة بحيث أنت تبقى عارف إن العميل ده عايز المنتج أبو $10,000 أو عايز مثلًا المنتج أبو $100,000. فأنت عارف أنت أولوياتك هتترتب إزاي، أنهي عميل اللي هابدأ بيه وأنهي عميل اللي أنا هاختم بيه. وكمان أقدر إن أنا أعمل فلاتر بحيث إن أنا عايز أفلتر حاجة معينة، عايز على حسب قيمة العميل مثلًا، أو مين اللي كلم الleads دي النهارده، أو أشوف كام واحد قفّل النهارده، فممكن أعمل فلتر مثلًا بالclosed أو الcustomer. تمام، فهابدأ إن أنا أجيب مثلًا العملا اللي قفّلوا النهارده، أو مين الsales اللي قفّلوا ديلات النهارده، بحيث إن أنا أبدأ إن أنا أكافئهم وهكذا. طيب، أنا دلوقتي محتاج
حاجة مهمة جدًا، جدًا، ألا وهي إن أنا أقعد أزن على العُملا، هو ده بقى إيه خلاصة الفيديو بتاع النهارده. طبعًا أنا عندي إن هو برضه من ضمن الحاجات الجميلة في الCRM اللي أنا هاسيب لك الlink بتاعه تحت، حاجة اسمها webhook. يعني إيه webhook يا إبراهيم؟ يعني أنا أجيب الdata، أجيب المعلومات، أجيب العُملا الnegotiation، أجيب العُملا الqualified. ليه بقى؟ عشان أروح على end-to-end وأبدأ أعمل workflow مهم جدًا، جدًا، يبدأ يزن على العُملا. خلّيني أول حاجة أبدأ أدوس على create workflow. خلاص؟ هابدأ أول حاجة أدوس على create workflow، أدوس على علامة الplus دي، أكتب كلمة webhook. هيظهر أول حاجة عندي، هابدأ إن أنا آخد الlink ده. الlink ده هيجيب لي المعلومات، يعني كل عميل يتضاف على الCRM بتاعي هيبدأ إن هو يجيب لي المعلومات بتاعته. وبعدين هابدأ إن أنا أروح على الwebhook، أقول له new webhook، وأبدأ أحط الwebhook بتاعي أو الlink بتاعي هنا أهوّة. طب وبعد ما أحط الwebhook هابدأ أختار الdata اللي أنا عايزها تروح لend-to-end عشان أعمل عليها automation. يعني أنا دلوقتي مثلًا محتاج إن أنا أختار أجيب العملا المحتملين. أي عميل أنا هاضيفه أنا عايزك تجيبه لي، وهابدأ أقول له أنا عايزك إيه تجيب لي إنشاء، وأعلّم على إنشاء، وأعلّم على حذف، وأعلّم على status change لو أنا غيّرت الحالة بتاعته. وطبعًا أنا عامل هنا أهوّة هاعملها post دي حاجة أشمل شوية، وهاختار هنا برضه نفس الكلام post، وهابدأ أقول له إرسال. تمام، هنا هاقول له ده end إرسال. أنا كده عملت الإيه، الweb hook والweb hook بتاعي ماله نشِط. طب أنا لو رُحت دلوقتي على العُملا المحتملين، الحتّة اللي إحنا كنا فيها من شوية، هابدأ أدوس على عميل محتمل هابدأ أقول مثلًا الحالة بتاعته negotiation، هاجيب المصدر بتاعه فيسبوك أحطه على إبراهيم، وأبدأ إن أنا أملى بيانات العميل، هاملى بيانات العميل وأرجع له. طبعًا هنا عايز القيمة بتاعة العميل، هاقول له مثلًا 100,000، والوصف ممكن أحط أي وصف، العميل ده ما ردِّش مثلًا. حلو، وهاعمل آخر مكالمة كان يوم 12، وهابدأ أدوس إرسال، بس هابدأ إن أنا أدوس على listen for test، وهابدأ أدوس على كلمة إرسال. هيبدأ المعلومات بقدرة قادر تروح على end-to-end. آدي المعلومات اللي أنا ضفتها للعميل بتاعي، كل حاجة أنا ضفتها. الراجل ده من فيسبوك، العميل ده negotiation، وحطيت رقم التليفون وكل حاجة جات فين عند end-to-end، وأقدر بقى إن أنا ألعب على العُملا دي. فأنا ممكن بقى أعمل إيه بالبيانات دي؟ ممكن أقول له بقى أنا عايز فلتر، هات لي فلتر. الفلتر ده يا عم end-to-end عايز مثلًا العُملا اللي هي negotiation. فأنا لو رُحت سحبت هنا أهوّة مثلًا الstatus name، ورُحت حطيت هنا أهوّة إن العميل new وأول حرف capital عشان هنا أول حرف برضه capital، ودوست execute، هتلاقي إن هو طلّع لي العميل اللي هو الnegotiation بس. يبقى أي عميل أنا هاضيفه لو negotiation ابدأ ابعت له رسالة واتساب. فأنا هنا أهوّة عامل كنت فيديو لevolution API هيظهر ناحية اليمين أو ناحية الشمال، وevolution API ده تقدر تربط بيه الواتساب بتاعك مجانًا 100%، ومش محتاج إن أنت تدفع فلوس لواتساب API. فأنا هنا أهوّة هاكتب evolution API ده أنا رابطه بالواتساب بتاعي، هابدأ أقول له أنا والله عايز إن أنا أبعت له رسالة. هتلاقي حاجة اسمها تكستو، هو برتغالي، نظام برتغالي، فأنا محتاج تكستو أهو. تمام، فحطيت التكستو، فكده العميل هيبدأ لمّا ي يتضاف على الCRM هافلتره وابعت له إيه، رسالة. طب أنا عايز الرسالة دي تتكرر، تتكرر مرّة و2 و3 و4، ماشي. هابدأ إن أنا بقى إيه، أعمل control C control V، جميل، وهابدأ إن أنا أطلّع الكلام ده. بس هاضيف هنا حاجة اسمها wait، إن أنا مثلًا ممكن بعد 3 أيام، أو أقول له مثلًا أنا بعد 3 أيام أو 5 أيام، ماشي، ابعت له إيه، رسالة، جميل، وهكذا، بحيث إن هو بعد 3 أو 5 أيام يبعت لي إيه، رسالة. طبعًا هنا هو يعني دخل على ده ودخل على ده، لأ أنا عايزها هنا أهوّة time أو wait، ماشي. هيبدأ إن هو إيه، يحط لي أهي wait في الحتّة دي. تمام، خلّيني بقى أمسح ده خالص. بقى هنا أهوّة بعد 5 أيام هيبدأ يبعت لي رسالة تانية. ممكن برضه أعمل نفس الكلام، ممكن أقوم واخد الاتنين دول control C control V، وآدي برضه الwait، ممكن أخلّيها مثلًا بعد 10 أيام، وهكذا. اعمل إيه، اعمل wait. ممكن إن أنا أروح أجيب حاجة اسمها loop، الloop ده يقعد إيه، يزن على العميل أو يكرر العملية تاني. تمام، يعني بعد ما يخلّص يبدأ إن هو يزن على العميل، أو زي ما أنت عايز ممكن تعمل بقى إيه، الtrigger ده إن هو يشتغل في أيام معيّنة، وهكذا. تمام،
فكده بالنسبة لو أنا عايز إيه، أقعد أزن على العميل بتاعي أو أقعد إن أنا أضغط على العميل بتاعي لغاية لمّا يشتري. طب هاضغط على العميل بتاعي برسايل تسويقية، إن أنا مثلًا لو مدّي له عرض أقعد أقول له إن العرض قرّب يخلص، إن أنا أقول له مثلًا في عندنا تحديثات في الشركة عملنا 1 و2 و3 و4، بحيث إن أنا أول ما هاشتري خلاص أنت أول حاجة هتيجي في دماغي، بحيث إن أنا أفضل حاضر ذهنيًا في دماغ العميل. طب هل الCRM بيعمل ده بس؟ قال لي لأ، أنت ممكن كمان الناس اللي دفعت بقى وعليها فلوس، يعني أنا دلوقتي مثلًا عندنا ناس آدي العملا، هنبدأ نعمل لهم بقى فواتير، جميل؟ فأنا هاروح هنا أهوّة على حاجة اسمها المبيعات، في عندنا الفواتير، فأنا دلوقتي هابدأ إن أنا أعمل فاتورة، ماشي؟ هابدأ أدوس على كلمة الفاتورة، وأحدد العميل مثلًا اللي عندي، أنا هنا ما عنديش أي عميل، خلّيني أروح على العملا وأبدأ أكريت في عميل، أنا دلوقتي كريتت عميل، هاقول له مثلًا أنا عايز العميل ده، جميل، الراجل ده عليه فلوس، خلاص؟ والفاتورة بتاعته بتتكرر مثلًا كل شهر، يعني كل شهر أنا عايز إيه، عايز أدفّع الراجل ده. ده رقم الفاتورة، ده تاريخ الفاتورة، وده تاريخ الاستحقاق، يدفع 11 إيه 8. أنت طبعًا ممكن تعدّل التواريخ دي. طيب ممكن إن أنا أعمل رسايل تذكير ليّا، ماشي، بحيث إن أنا أقعد أعرف إن أنا أتابع العميل. طب أنا مش عايز أعمل رسايل تذكير ليّا، لأ، أنا عايز إن أنا أبعت للعميل ذات نفسه على الواتساب رسايل تذكير. طب هاروح أعمل إيه، هابدأ إن أنا أقول له أو أحط له في الصنف بتاعه، أحط له مثلًا منتج، المنتج الشهري، هابدأ أكتب له إن هو منتج شهري، هنا الكمية 1، السعر مثلًا 100 بضريبة أو بدون ضريبة، وأدوس على علامة الصح دي، عمل لي أهو. ممكن أضيف له أكتر من إيه، من صنف وهكذا. خلّصت خلاص، بابدأ إن أنا أدوس على كلمة إيه، إرسال. طب عشان برضه أبقى عامل أو رابط ب NetN، هابدأ إن أنا بقى أمسح بقى كل الكلام ده، ماشي، وهابدأ برضه إن أنا أعمل إيه، web hook، هابدأ إن أنا أجيب web hook تاني، بحيث إن أنا هاستدعي بقى الفواتير، المرّة دي أنا هاروح أجيب الإيه، الفواتير وأخلّيها برضه post، هاروح برضه أهوّة على webhook new webhook، وهاكتب إن هو بقى دي المرّة دي invoice، دي فواتير، وهنا المرّة دي هاختار فاتورة أهي، فاتورة، وهاحط الwebhook واختار post عشان يجيب لي بيانات الفاتورة، وهابدأ أقول له على إرسال، جميل، أقول له أنا عايز أنشئ وأعمل update وأعمل حذف كل الكلام ده، إرسال. طيب هابدأ إن أنا أشغّل الweb hook، أقول له listen، وهابدأ إن أنا أنشئ الفاتورة، أقول له إرسال، هنشوف بقى جاب لي هو بيانات الإيه، الفاتورة اللي أنا لسه عاملها حالًا. أبدأ بقى إن أنا أعمل filter، ماشي، زي ما اتعلمنا أهو filter، أنا عايز مثلًا العُملا اللي هتدفع النهارده، فهاروح على حاجة اسمها الdue date، طبعًا دي كل دي بيانات أنا حطيتها أهي، آدي الdue date، ماشي، وأقول له يعني مثلًا لو is equal، ممكن إن هو تختار date، ماشي، أو is equal date معيّن، لو equal التاريخ اللي هو 11/7، ممكن أروح بقى أختار 11/7 وأقول له أوكي، تمام، ابدأ ابعت لي رسالة واتساب زي ما اتعلمنا evaluation API، تمام، وأقول له تكسته، أنا عايز تكسته. وأبدأ إن أنا أحُط طبعًا رقم العميل، ممكن أجيب رقم العميل من الفواتير، ما فيش أي مشكلة، تمام، أحُطّه في الأرقام هنا أهوّة، وهابدأ أكتب له هنا أهوّة الرسالة لو سمحت ادفع الإيه، الفلوس اللي عليك، وهكذا. كده أنا بدأت إن أنا أزِن على العميل اللي عليه فلوس من غير ما أنا أتدخّل، هو السيستم هيشوف إن لو تاريخ النهارده أنا هابعت له إيه، رسالة، تمام، بناءً على الفواتير اللي أنا أنشأتها على الCRM. يبقى أنا باعمل الخطوة الأولانية وNetN بيكمّل ورايا من خلال إيه، الCRM اللي في النُص. طبعًا دي مش نهاية فيديوهاتنا، لو عايز فيديوهات تانية أكتر ممكن تنزل تحت في الdescription وشوف برضه لو أنت عايز السيستم ده نقدر إن إحنا نعمله لك. كان معاكم مروان خليل من NetN بالعربي، سلام.